دلوقتي هنعمل الوصفة التانية الكفتة بتاعتنا. الوصفة الأولانية كانت وصفة حماتي للكفتة أم رز، عملناها بطريقة جديدة. يا ريت تخشوا تتفرجوا عليها، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. دلوقتي بقى هنعمل الكفتة أم رز العادية بتاعتنا اللي بالصوص الأحمر اللي ما فيهاش أي افتكاسات. هنعمل إيه؟ صبعنا الكفتة وهنبتدي نحمرها. يلا بينا نحمرها. فيها زيت بتاعنا، وهننزل بصوابع الكفتة بتاعتنا تاخد لون وتتحمر. ليكوا في مطبخ فيكي الكفته بتاعتنا بقى بعد ما حمرناها وطلعت باللون الجميل اللي انتوا شايفينه دوت. محتاجين ايه عشان نعمل الصوص بتاعها؟ محتاجين الطماطم اللي احنا مفرزينها، هنزل لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. انا طلعتها من بدري عشان تفك وتسيح. ومحتاجين بصله كبيره متخرطه ناعم، محتاجين فص ثوم ناعم مدقوق بالحبهان، فلفل، السبع بهارات، جنزبيل، ملح، بابريكا، وسكر لنعادل حموضه الطماطم. يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل الصوص بتاعها ازاي. طاسه على النار وحطينا فيها معلقه كبيره سمنه، وهننزل او سمنه او زبده او زيت اللي انتوا تفضلوه اللي انتوا تحبوه. المادة الدهنية ديت انتوا اللي بتقرروا انتوا تحبوها تعملوها بايه. انا عاملاها بمعلقة سمنة. الله على الريحة. هندبل البصلة بتاعتنا كده شوية. دلوقتي بقى بعد ما دبلنا البصلة كده هننزل بمعلقة الثوم المدقوقة بالحبهان ناعم. ننزل كده نقلب كويس. نقوم نازلين بقرن فلفل حار، ده اختياري، اللي يحب يحط براحته ما يحبش براحته، بس هيديها نكهه وطعم حلوين قوي، جربوا. وهننزل بالتوابل ديت تتحمص مع البصل والثوم وقرن الفلفل الحار. مش قادره اقول لكم بامانه على الريحه، ريحه اكثر من رائعه. عايزه اقول لكم ريحه معلقه السمنه مع البصله المتقطعه ناعم مع فص الثوم اللي بالحبهان مع توابلنا الجميله مع الفلفل الحار، بامانه ريحه اكثر من رائعه. هننزل بقى بصوص الطماطم بتاعتنا، وهنسيب الكلام الجميل ده يتسبك بقى وياخد ويدي مع بعضه. بعد كده هقول لكم هنعمل ايه. انا ممكن ازود الطماطم دي عشان احسها قليله فهزودها. الصوص بتاعنا اتسبك كده واتكثف زي ما انتم شايفين. هننزل بقى بالكفته بتاعتنا اللي احنا حمرناها، ونقلب بقى الكفته بتاعتنا في الصوص الجميل ده اللي ملوش حل، ونسيبها بقى لما تستوي. اهلا بيكم في مطبخ فيكي. كفته ام رز بالصوص الاحمر او بالصلصه الحمراء زي ما انتم شايفين كده، طبق بيتحدث عن نفسه. يا ريت ما تبخلوش عليا برايكم، احب قوي اعرف رايكم. يا رب الوصفه تكون عجبتكم. اذا عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس، وتابعوني على البيج بتاعتي مطبخ فيكي، وانضموا لجروبي على الفيسبوك فيكي's كيتشن، تابعوني على الانستجرام والتيك توك فيكي's كيتشن. ميرسي ليكم.